ذكر أن المنتخب الجزائري ليس من أكثر المنتخبات أو من أكثر عفوا المنتخبات الأكثر إقناعا، لكن ليس الأكثر. تتفق معه؟ ممكن أنا أتفق معه باش نبعد العين على المنتخب، لكن أنا بالنسبة لي حسب الأداء الآن الأداء اليوم المنتخب الآن أكثر مرشح للقب. أكثر مرشح؟ أكثر منتخب مرشح للقب. كان المنتخب السنغالي، منتخب السنغالي عانى في آخر مباراة أمام الكونغو. قياسا بالمباريات الجولة الثانية أعتقد من قدم وظهر بمستوى جيد سواء في كل الخطوط هو المنتخب الجزائري. الأكثر مرشح؟ بالطبيعة عينيه حلوين. قال لك في عينيا معناها في عينيه حلو. بالطبيعة احنا نتمناه انه يكون من اكثر المرشحين، ولكن احنا بصورة موضوعية شرينا فوق الميدان. كنا نتفرجوا في مقابلة تو فيها الكوت ديفوار والكاميرون، مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا. معناها بطبيعة الحال كي تبدا الجزائر مع الكاميرون ثم مقابلة، لكن تقول لي اول مرشح لا. حتى أنا كنت أشك بالمنتخب الجزائري في الحصة الأولى، وقلت الباهي في المنتخب الجزائري جاي في صمت ما ينتظروا حتى حد. عدم فضل الخطاب هذا متأكد مدرب المنتخب الجزائري ما يقولوش، لأنه باش يحافظ على التركيز نتاع اللاعبين، لأنه وقت تقول لهم هكايا فما غرور. ثم فرق أخرى اللي ريناهم، عندك الفريق المغربي سهل، عندك الفريق كوت ديفوار، عندك فريق الكاميرون، عندك فريق نيجيريا، عندك السنغال. شو السنغال عملت تعادل مع الكونغو تقول لي دورت حتى شيء. طيب نسيتي صار. طيب بس لا وحيد وصول المنتخب قبل قليل يا فتحي وصول المنتخب قبل قليل يدل ان الامور ايجابيه وكثير من السعاده يعني. بالطبع احنا من حقه وحيد يعني وهو وصول المنتخب والاجواء ومستانسين وسعاده. يا ودي سعاده وفرحه والدنيا بكل، يا ودي نفرح انا الجزائر بحذانا اخواتنا، ولكن لا ما نجمش اليوم موضوعيا نقول المنتخب الجزائري اليوم هو احسن فريق ريناه في الجوله الثانيه. يعني كلام وحيد مش موضوعي يا فتحي، انت صريح. كلام وحيد في جانب من المنطق وجانب كبير من العاطفه. لا يا مشاري، اذا ما قلنا انه منتخب الجزائر اقوى مرشح للمنافسه على اللقب او للفوز باللقب، سنكون قد ظلمنا المنتخبات الاخرى التي احنا اليوم بالكاد. يعني تتفق مع فتحي ضد؟ لا اتفق انه منتخب الجزائر كان الاكثر اقتناعا مع مجموعه من المنتخبات، اكثر اقناعا. لا هو يعني السؤال هو ذكر ان الاكثر ترشيحا. لا وهو الاقرب لا هو مرشح، لكن ان يكون وحيدا مرشحا للقب دون الاخرين. هو وحيد مجبرين انه وحيد يرد. بس بعطيك صابر. شوف انا بعطي صابر. شوف احنا قبل بدايه البطوله ترشيحاتنا لم تكن على اساس ما قدمه كل منتخب في البطوله. الان احنا عندنا جولتين. انت حكمك على الجولتين على الجوله الثانيه. ممتاز. الجوله الاولى لو بالعاطفه كنت تحدثت في الجوله الاولى لما فزنا بالثلاثه. ممتاز. اكبر نتيجه صابر بس ولكن يجب الا تنسى ان الجزائر لم تواجه حتى الان اي منتخب من منتخبات الصف الاول. بوركينا فاسو لا اعتبرها الصف الاول، لكن ليس من اقوى المنتخبات. مصر واجهت جنوب افريقيا من منتخبات الصف الاول وفازت عليها وهي ب10 لاعبين. من اقوى بوركينا فاسو ولا جنوب افريقيا من حيث العناصر؟ من حيث عناصر. انت بتتكلم على عناصر وناس صاعده كاس عالم وتاريخ واسم جنوب افريقيا وانت بتلعبها ب10 لاعبين، وبالرغم من ذلك ما قلتش انه مصر هي الاكثر اقناع. اعطيني اسماء من الصف الاول. انا والله ما قاطعتك ولا كلمه. اعطيك اسماء في يا وحيد، انا ما قاطعتك ولا كلمه. لا خليك اصبر. انا دلوقتي كان كلامي من البدايه قلت انه من المنتخبات الاكثر اقناعا، من المنتخبات الاكثر اقناعا. سميت معاك مصر، سميت معاك نيجيريا كمان الاكثر اقناعا باستثناء فترات، ولكن سميت معاك بوركينا فاسو يعني سميت معاك اقوى من جنوب افريقيا. سميت معاك بالنسبه له اقوى. خليني هقول لك ما اقوى من جنوب افريقيا، طبعا مش اقوى من جنوب افريقيا، بس خلينا نمشي اقوى من ساحل العاج، اقوى من الكاميرون. تحدثت عن جنوب افريقيا. احنا بنتكلم على بدر بس انا كان صابر يوصل الفكره. انا كان سؤالي هل الجزائر واجهت اي منتخب من منتخبات الصف الاول؟ لم تواجه. وبالتالي لم تتعرض لاختبار حقيقي. واحنا خلي بالك بس انا بوضح نقطه، ده لا ليس انتقاصا من طيب مو انتقاص، بس عشان الفكره تصل والاراء تصل تقليلا من حظوظه. جميل. وحيد
على فكره هم لم يختلفوا معايا. لما تتكلم تقول انه اكثر المنتخبات اقناعا هو يقول جنوب افريقيا يقول اقوى من بوركينا فاسو. فقط اكلمه في هذه النقطه. انت قلت اكثر اقناعا، وش معناه؟ معناه ان المنتخب الجزائري اقوى مرشح. يا صابر هو ما قال ساعه تقول خليني نكمل حاجه غلط. هو بيقول حاجه غلط. خلينا نكمل. احنا قلت ترشيحاتنا بنيناها قبل البطوله عكس الان. نحن نتحدث الان بعد جولتين للجزائر. بعد جولتين. المنتخب البوركينابي لو شفنا العناصر اللي يمتلكها المنتخب البوركينابي والجنوب افريقي ستجد انه المنتخب البوركينابي افضل. لاعب مثل دانجو واتارا افضل لاعب في الدوري الانجليزي، من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي هذا الموسم مع برينتفورد، اكثر لاعب حصولا على ركلات جزاء. لما لاعب مثل هذا اليوم ما شفناش ولا ارتكب ولا عيسى مندي ولا بن سبعيني ارتكب خطا على دانجو تراوري، معناه انه المنتخب اليوم كان جيد. لما يكون عندك افضل مدافعين في القاره من هما؟ لا وجنوب افريقيا انا بالنسبه لي التصنيف العالمي بوركينا فاسو 61 وجنوب افريقيا 62. يعني مش فيش فرق، لكن فرق في العناصر. انا تحدث عن العناصر يا وحيد تحدث عن العناصر. وانت متخصص بالارقام. انا بس هو قال كلام على لساني. بس بعطيك انا بيفصل فتحي ونرجع لصابر. وحيد شادت في جنوب افريقيا، احنا نحكي على كوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون ومصر والمغرب. لا هو قال مصر اختبر. يا وحيد يا عايش، راك التصريح نتاعك يضر بالمنتخب الجزائري. لا هذا لا انا نقول لك يضر بالمنتخب الجزائري. كيف؟ بالطبع كي تحط البار يا اخي بالعلامه الكامله يا فتحي. بالعلامه الكامله وانتصار ولم يستقبل اهداف. الجزائر عادش بيه في زوج مقابلات ما زلنا على هذوك يا شيخ. في البدايه من بعد لكن انا اتحدث في منطقه الكره يا بس ما قاطعك فتحي يا وحيد عفوا. انا نتحدث منطق الكره الارضيه ما الكره كيف يا ولدي. معناه يضر المنتخب الجزائري عندما تقول هو المرشح رقم واحد، بينما ما زلنا في بداية الطريق ولم ينافس. طيب المقابلات الفاصلة الهامة بس يا فتحي هو بعد مواجهتين حكم عنده حكم بعد مواجهتين. حكم في جانب صحيح وجانب كبير عاطفي. طيب صابر برجع لك بدر. صابر انا هتكلم في نقطة. اولا هو بيقول لك ان صابر بيناقض نفسه، وان صابر قال ان هو الاكثر اقناعا. هو قال يناقض نفسه يعني فيما معناه بيقول لك ان صابر نفسه قال ان هو الاكثر اقناعا فيما معناه. انا ما قلت كلمه فيما معناها يعني. ما انا لو قلت الاكثر اقناعا وتراجعت وقلت في حاجه ثانيه يبقى ده ان انا بناقض نفسي. انا ما قلتش الاكثر اقناعا. لفظ الاكثر اقناعا لا، انا قلت من الاكثر اقناعا من قائمه الاكثر اقناعا، وسميت معاه والزملاء حاضرين سميت معاه السنغال وسميت معاه نيجيريا وسميت معاه مصر. قلت دي المنتخبات. طيب النقطه الثانيه عشان نعطي حتى الان النقطه الثانيه واحنا بنتكلم على مقارنه. اولا انا ما ذكرتش جنوب افريقيا لوحده، بس حتى لو ذكرت جنوب افريقيا متاهل للبطوله ديت وهو اول مجموعته. بوركينا فاسو متاهل للبطوله دي وهو ثاني مجموعته. بالارقام التصنيف ما هو 61 جنوب افريقيا 62 متقاربين من بعض. مش دي مشكله. هذا متاهل لكاس العالم وهذا غير متاهل لكاس العالم، وده متصدر مجموعته. جنوب افريقيا متاهل متصدر مجموعته، وبوركينا فاسو وصيف مجموعته اللي متاهل. لو على لا بس وحيد عفوا بدر الترافع اللي عمله وحيد انه قال انه المباراتين للمباراه الاولى وبعدها المباراه الثانيه لما شاف انه في انتظام على مستوى الاداء، تدرج على مستوى الاداء، المنتخب الجزائري ظهر قويا في المباراتين معا على فترات. هذا عزز بالنسبه لي الفرضيه اللي قدمها من البدايه، قائلا انه بيعتبر المنتخب الجزائر من المنتخبات التي ستنافس على اللقب. ولكن لا يمكن اليوم بعد مرور دورتين او جولتين اننا نعطيو حكم مسبق ونقولوا من الان انه والله الجزائر يكون هو المرشح. تسمح لي نعم. طيب وين المشكله اذا وحيد متفائل؟ لا بس لا لحظه وحيد لحظه. وين المشكله اذا وحيد متفائل لمنتخب بلاده انتصر بالعلامه الكامله ومقنع اكثر يفرض عليه تساؤل من الاقنع لغايه الان بعد جولتين، منتخب الجزائر ام منتخب المغرب؟ لا شوف لا اريد ان نقدم مقارنات. لا استطيع ان اقدم مقارنات. لا ما بين بعد جولتين يا مشاري مقارنات ظالمه. لا بعد جولتين. لا مقارنات ظالمه خلاص وضحها. انا بقول على اي اساس ظالمه؟ انا بقول مقارنات ظالمه لانه القياس صعب جدا، لان هذا يلعب في ظروف وهذا يلعب في ظروف. منتخب مالي غير منتخب بوركينا فاسو مثلا. فهمت علي؟ اصعب؟ يبدو لي اصعب حسب ما رأيت في الميدان. أنا صراحة شفت منتخب بوركينابي أكثر منتخب ممكن
في الادوار الاقصائيه راح يسبب تعب كثير لكل المنتخبات راح تقابله. منو؟ منتخب بوركينابي ليس المالي، ما شاهدناه في اخر مباريات. طيب بس فتحي يكمل بدر يخسر المباراه امام غينيا الاستوائيه، غينيا تلعب ب10 لاعبين سجلوا عليهم هدف وكانوا قريبين انهم يفوزوا بالمباراه الاولى، لانه بوركينا فاسو جات في اخر دقائق المباراه. انا كنقول غير نقطه واحده. وين المشكله اذا هو متفائل اي من حقه. احنا الان نخاطب عقول الناس، لا نتكلم بعواطفهم. يعني هو ما يخاطب عقول الناس؟ لا انا بقول عن نفسي لا يعني وحيد. انا عن نفسي اعتبر انه الوقت سابق لاوانه في تقديم مرشح. طيب اذا كانت الثقه في منتخب بلاده عنده الثقه وكان معاه، برافو عليه يكون عنده الثقه، هذا يعزز من فتحي ماذا قال في ثقه وحيد؟ يقول غير منطقي وغير الكره الارضيه، وذكر من حق وحيد ان يعود بالرد. تفضل. شوف بدر الدين، احنا تحدثنا قبل بدايه الكان، قلنا المرشحين لنيل اللقب، وقتها حكمنا بدون ان تلعب المنتخبات. الان انا قلت لما شفت الاداء اليوم بعد الجوله الثانيه قياسا بما قدمه المنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري والمنتخب التونسي والنيجيري، بالنسبه انا اقول ان المنتخب الجزائري هو افضل منتخب قدم اداء وجه جيد في الجوله الثانيه، وهذا ما يجعل منه اقوى مرشح قياسا بهذه وانت متفائل مش عاطفي يعني عكس كلام فتحي وعكس كلام بدر. نيجيريا بالعالم الكامله، نيجيريا بالعالم الكامله، مصر بالعالم الكامله، مصر فازوا على جنوب افريقيا ب10 لاعبين. نيجيريا الاول يعني هذول الثلاثه بالعالم الكامله. اذا كنت عايز توضع تراتبيه منطقيه على اعتبار الجولتين، وانا موقن ان ما سياتي من بعد سيفاجئنا جميعا أكيد. والحلقات بيننا. انا اقول لك اليوم اذا الجزائر ما استقبلت هدف صح؟ لا ما استقبلت هدف. المنتخب النيجيري عانى امام المنتخب التونسي في الدقائق الاخيره، كان ممكن يتغير كل المعطيات. رجعت لتونس دقيقه فقط. انت جيت الفتح. لو المنتخب التونسي تعادل في المباراه ما اعتقدش انه بدر الدين يقول انه قدم مباراه كبيره المنتخب. لا عفوا ممكن تعيد لا فتحي ممكن تعيد الجمله. لو المنتخب التونسي عاد النتيجه امام نيجيريا ما اعتقدش انه بدر الدين راح يرشح المنتخب. لا بس يعني هو انتقاها النتيجه، نحكي عن النتيجه بموضوعيه اكثر، يعني بمنطقيه ورأيه في منطقي. مفيش لو هنا، ما هو لو بوركينا فاسو احرزت الهدف في اخر دقيقه في الجزائر ما كناش زماننا بنتكلم دلوقتي. مفيش لو في كره القدم يعني. طيب فتحي في النهايه منتخب نيجيريا فاز فوز مستحق بشهاده التوانسه. طيب على منتخب طيب ونفس الامر يا اخي الجزائر يا فتحي نفس الشيء. ترى الجزائر انتصرت ولم تستقبل اهداف وهو واثق وهو متفائل بناء على العلامه الكامله وتاهل. يا ولدي يا وحيد لهنا فما اجماع في العالم العربي، فما اجماع كانت تنزل الجزائر نفرحوا كان الجزائر تفوز، لكن ايضا الاجماع الوحيد هو جاء من وحيد اللي هو وحيد. لا بس لا انك يعني تلخص انه هو وحيد بهذه الفكره وهذا الراي. صح. ولا واحد فيهم مشاري ولا واحد فيهم قبل بدايه الكان رشح المنتخب الجزائري. لا انا ارشح. لا ماذا تقصد؟ لا بس عفوا ماذا تقصد؟ يا وحيد بالنسبه لهم ممكن صدمه بالنسبه للمنتخب الجزائري، صدمه لفتحي وبدر وصابر لما يفوز المنتخب الجزائري باللقب هو ما رشحوا ويقول يا وحيد مش نستنى طيب نسمع من فتحي. يا وحيد حتى عام 92 حد ما رشح الدنمارك يقاوم في البحر يعوموا في النزول يحوسوا، حد ما رشح. لا بس الجزائر حظوظها اكبر من الدنمارك. لا والدنمارك كاس اوروبا. لا بس الدنمارك ما قبل كانت خارج واتت بدعوه، لكن الجزائر احد المرشحين وفق ما ذكر وحيد. انا ايش حبيت نقول له؟ معناها حقيقة مقابلة ولا دقيقة في مقابلة ولا ربع ساعة في مقابلة ما تنجمش تعطي حكم جازم وأنه اليوم بعد جولة ثانية المنتخب الجزائري هو الوحيد، هو أقوى أكثر مرشحين. أنا أقول لك من التبعيضية من بين متفقين معاك وعلى طول ونفرحوا، اما من اقوى لا يا وحيد يا عيش. قلت لك راك ما تخدمش مصلحه المنتخب الجزائري، راك باش تهيج الجمهور الجزائري على المنتخب الجزائري. راه مقابله ثانيه. سؤال بسيط، تفرجتش مقابله كوت ديفوار وكاميرون؟ تفرجت. شنو المستوى اللي ريته؟ مباراه قويه، منتخبين قويين مرشحين ولا لا؟
مرشحين ولا لا؟ كوت ديفوار مرشح لا خلي هو يجاوب. لا يجاوب. كوت ديفوار مرشح خلاص. اي مع الجزائر ولا اقل من الجزائر؟ هذا هو السؤال. هذا مش منطق في الاول اصلا. لو بالطريقه هذه اصلا توقعاتنا في بدايه الاستوديو ما كانت غلط. شو بديش حاجتنا فيه احنا توقعات. بس عشان وحيد يا جماعه. يعني احنا نحكي على توقعات مبنيه على مباراه او مباراتين. انا ما نحكيش على طول البطوله. بس تحكم على الزملاء انها خطا او غلط. غلط، لان احنا توقعنا في بدايه البطوله منتخبات معينه. وحيد. واحنا لا تزال البطوله لن تبدا. وحيد معناه احنا اصلا وقعنا منتخب. يا وحيد هل تتصور الان انه في بطلان لتوقعاتنا كاملين؟ احنا لسه في الجوله الثانيه. يعني انا التوقع هو الفاضل. يا وحيد التوقع هو الفاضل. والله ما زال مصرا على الفكره. معناه ان التوقعات مصر على التفاؤل والثقه. بس الذي توقع منتخب السنغال توقع قائم، اللي توقع منتخب المغرب توقع جميل. عشان لا نعيد الفكره نعطي صابر نختم بهذه الفكره. صابر اهم حاجه بس انا عايز اركز عليها. كلام وحيد من حقه يتكلم فيه. هي بس القصه اختلاف في وجهه نظر في حرف من اقوى المرشحين او من انه هو اقوى المرشحين بالفعل. انما ترشيحنا عدم ترشيحنا في البدايه لمنتخب الجزائر ليس تقليلا من قدرات المنتخب الجزائري، ولكن عطفا على النتائج الاخيره. المنتخب الجزائري في النسخه الماضيه خرج من الدور الاول، المنتخب الجزائري في النسخه قبل الماضيه خرج من الدور الاول. ليس تقليلا من قدرات المنتخب الجزائري، ظهوره بهذا الوجه الجيد يسعدنا جميعا. بس من حقه يا صابر. اما انا عشان كده بدات كلامي بايه؟ ان هو من حقه. لا تمام. وسند وفند. سؤال مشاري كان مفخخ. لا ترجع علي الحين. لا يا وحيد. اذا فتحي صح وصابر صح وبدر صح. انا فتحي حتى مشاري انا سالتك هو اكثر المرشحين. انا معاك فقط مشاري سالني شوف بطريق ظهرك بعد الجوله الثانيه هل تعتقد ان المنتخب الجزائري مرشح من مرشح يعني هم بعدين ما بعد الجوله الثانيه علي انا قياسا بمشاري. لا اسمع العمليه سهله. سؤال فيه فخ وفخ وانت تقعد في الفخ. لا هو من حقه يرشح. اجبت حسب السؤال. جميل. رجل المباراة إبراهيم مازا، رجل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، تحدث بعد انتصار منتخب بلادنا. نتابع.